السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البطل 1.5 لتر، والغاية مليان طبعا مي ومي عادي من الحنفية. الغاية من عنده انه راح اضيف له، بما انه البطل 1.5 لتر، راح اضيف له سماد NPK. هاي ملعقة شاي، هاي 1 وهاي نص، لأنه كل لتر مي 1 ملعقة شاي 1. واللي يصير إنه نرج القنينة حتى يتجانس عندنا السماد، حتى الغاية طبعا تعرفون الغاية حتى إنه نغذي نباتاتنا اللي قلنا إحنا نخلي لها سماد بالشهر مرة 1. وهذا NPK طبعا ينخدم لجميع النباتات، وهو بالعادة يستخدم كدفع خضري للنباتات. وهسه أشوفكم سوية نشوف شلون راح إنه نزود نباتاتنا بيه. وبما إنه أنا البارحة الجمعة كنت سقيت نباتاتنا، سقيتهن مي، وعادة من نخلي السماد لازم تكون التربة رطبة وساقيها بنفس اليوم أو قبل يوم. وطبعا من نجي نخلي السماد، ما نجي نخليه على جذر النبات، لأنه إذا نخليه قريب من جذر النبات ما راح يفيده وممكن إنه يقتلنا النبات. فبالعادي نخليه بعيد عن جذور النباتات. زين، هذا الجذر فإحنا نخليه بعيد عن الجذور. وصراحة هذا إحنا حكينا أكثر من مرة إنه يكون بالشهر مرة 1، والبعض إنه خاصة في فصل الصيف إنه ممكن نستخدمه 2 مرات بالشهر، يعني كل 15 يوم نغذي نباتاتنا. فبما أنه اليوم 15 بالشهر، هذه اليوم 15، فإنه هذا الموعد إنه أني أغذي نباتاتي بالNPK. وبالمناسبة إحنا هذا الNPK حتى النباتات المائية أو نحاطيها بالمي ممكن نضيف لها